السلام عليكم، ازيكم؟ انا شيماء اللي اول مره يشوفني. النهارده بقى جايه لكم فيديو الممبار الخطير اللي انتوا شايفينه ده. هنعمله بالطريقه السهله والبسيطه وما فيهوش اي حاجه، وهيطلع معاكي احلى ممبار ممكن حد يدوق معاكم. الفيديو عجبكم لايك وشير، ونشوف الفيديو بتاعنا. معايا حله على النار هنحط فيها معلقتين من السمن وشويه من الزيت، مالكوش دعوه بالكميه اللي انا بعملها عشان انا بعمل كميه زياده. هنحط بقى حوالي نص كيلو الكيلو الا ربع من البصل، نضربه ونحمره ونقوم حاطين عليه 4 كوبايات من الصلصة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض قبل كده. نحط معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، على نص معلقة كمون، على شوية من الشطة والملح حسب الرغبة، ونحط حبة نعناع حلوين حوالي معلقة ونص كبيرة. وابدا ان انا اقلب الحاجه بتاعتي دي كلها مع بعض كده، واسيبها على النار حوالي 15 دقايق، لان هي مش هتتسبك لان هي اوريدي متسبكه. تمام. هنا بقى خلاص بوريكم ان الصلصه بتاعتي بقت عامله ازاي وشكلها خطير والطعم كمان مظبوط. هنحتاج بقى حله فيها ميه وفيها ورق لورا وحبهان وقرنفل وكمان نص عود قرفه وكمان مكعب مرقه، ونحطها على النار بقى تبدا على النار تغلي عبال ما نحشي الممبار بتاعنا. هبدأ بقى ان احنا ناخد الحلة بتاعتنا دي على النار ونكمل خلطة المحشي. انا هنا البوتاجاز عندي والع على الحلة، حطيت عليها الرز، كيلو من الرز، وكمان حبة حلوين من الخضرة كده، الثلاث انواع، الشبت والبقدونس والكزبرة، ونحط كمان قرنين فلفل بقى كده شطة وحوحين حلوين عسل كده عشان احنا بنحبه سبايسي. واقلب كل ده، انا مولعه على النار على نار هاديه عشان انا بحب اقلب الرز بتاعي على النار شويه. خلاص كده قفلت النار وابدا اجيب الممبار بتاعي اقصقصه مقاس واحد. اخلي كده الممبار بتاعي مقاس واحد زي ما انتوا شايفين، بعمل نفس المقاس واخد بالمقص من عند الحته الاخرانيه اللي انا سايباها. عندي بقى هنا القمع بتاع الممبار، انا بحب اعمل بالقمع، في ناس بتحب تعمل بايديها، يعني كل واحد براحته. هبدأ بقى اجيب القمع كده بيسهل، والقمع ده على فكرة بيتباع وبيبقى معاه مقاسات تانية عشان الممبار الضاني والحاجات دي لو في مقاسات في الممبار. هبدأ بقى ان انا الممبار بتاعي وانت بتحشيه ما تمليهوش رز عشان ما يفرقعش معاكي اول حاجة في الحلة، وتاني حاجة ما تيجي تاكليه ما يبقاش كده ملكوم والرز فيه كتير جدا، هتلاقي طعمه مش عاجبك وانت بتاكليه في حاجة مضايقاكي. دايما خليه كده طري علشان يبقى جوسي ويعجب كل اللي بياكله ويبقى عايز ياكل منه تاني وتاني. هعمل معاكم واحد تاني اهو. شايفين بقى انا وريكم في المرحلة هنا ان ازاي بنبقى عاملينه، بتبططيه كده وتخليه رفيع خالص، وتسيبي الحرف الممبراية من فوق ومن تحت ما فيهاش رز كتير علشان يبقى الحتة اللي متحمرة من فوق دي تبقى خطيرة كده. شايفين مبططاه ازاي ومخليه سمكه ما فيهوش حاجة. بصوا حبة رز بوسط خالص خالص. هوريكم هنا دلوقتي انا بظبطه كده، وشايفين سايبه حته فاضيه من تحت وحته فاضيه من فوق. انا هنا اوريكم اهو، بقول لكم ان انا هكمل الكميه ونرجع بقى علشان نسلقه على النار. معايا هنا الحله بقى على النار، هحط فيها الملح وكمان معلقه من الفلفل الصغيره، وابدا انزل من الممبار بتاعي. الممبار بتاعي هياخد قد ايه على النار؟ من نص ساعه لساعه الا ربع. هعرف انه استوى ازاي؟ اطلع واحده واشوف، اطلع منها شويه رز كده بايديا، وبعد كده لقيت الرز استوى تمام اقفل عليه، وطبعا دوقي الميه عشان تعرفي الملح بتاعه مظبوط ولا لا. خلاص كده احنا عرفنا السوا بتاعه. بعد ما خرج معايا طلعته في مصفى كده علشان اي ميه فيه تنزل، وشلت الحبه اللي انا عايزه اشيلهم كده في الفريزر في اكياس اهو زي ما قلت لكم، والحبه اللي انا هعملهم اهم حمرتهم في زيت غزير كده عشان يديكي لون حلو ويبقى كله حاجه واحده. حبيت ان انت تحطي في الزيت معلقه سمنه حطي، بس انا ما بحبش احط معلقه سمنه. وخلاص شايفين بقى الجمال ولا اللون الخطير اللي هتشوفوه دلوقتي وانا بطلعه يجنن. اتمنى بقى الفيديو عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. اتمنى بقى تجربوه وتقولوا رأيكم ايه في التعليقات. مع السلامة.